مشاهدينا ومتابعين قناة وصفات حرشي، اليوم جيتكم بطريقة الحمص الشرقي بلمسة مغربية. تابعوا معي المكونات وطريقة التحضير. مشاهدينا، بيتنا الحمص ليلة كاملة في الماء والملحة باش ندوزو نسلقوه في الماء والملحة كذلك، ونحتفظوا بالماء ديالو. حنا بغينا الحمص يصبح على هذا الشكل غنوضعوه في الماء وباش نسلقوه الماء والملحة، ونسدو عليه في شي مرميط او كاسرون او كوكوط باش يتسلق مزيان. من بعد ما يتسلق تنصفيوه، نوضعوه في شي صفاي او الباسوار، ونوضعوه في اناء باش نطحنوه بالميكسور اللي عنده الميكسور اليد، او انا وضعته في الاناء باش نطحنوه بالميكسور مزيان. على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا غنبقاو نطحنو حتى يتماسك لينا الخليط، نحسو بان الطحن كامل، وكنخليو واحد الكاس في هاد البدء ديال الماء ديالو. مربما نحتاجوه اذا كان الخليط عاقد وثقيل بزاف، نقدروا نطلقوه شويه بهذيك الماء ديالو اللي فين تسلق فين تبوشا. الان ها هو وجد، غنوضعو عليه 2 دراس ديال الثومه حتى ل3 على حسب الكميه اللي عندكم. هو معروف تيجي متبل وتيجي منسم مزيان بزيت الزيتون والثوم. غنوضعو زيت الزيتون عندنا هنا 2 معالق كبار، نميكسيو الخليط. والحمص كما كتعرفوا راه غني من بزاف ديال الالياف الغذائيه، وفيه البروتينات وفيه الفيتامينات اللي كتساعد الجهاز الهضمي، والناس ديال فقر الدم تا هو تيساعدهم على تقويه الجسم. معروف بفيتامين بي والسيلينيوم. هنا الخليط وجد لينا، غنوضعوه في اناء او باسين، وغني بفيتامين سي اللي تيساعد الجسم على امتصاص الحديد. هنا كما تشوفوا غندوزو المرحله ديال الدريساج، نوضعوه في اسيط كيفاش نزوقوه. غني بزاف الفيتامينات والبروتينات والالياف. هنا بطريقتي خدمته، عوض الطحينه او ما عنديش طحينه خدمتها بهاد الطريقه، خدمتها بدانون طبيعي بدون سكر، بحال الزبادي مثلا اللي تيخدموا به الشرق. انا خديت دانون طبيعي بلا سكر، هو اللي خدمت به الحمص بلا طحينه. يعني كاين اللي تيقول انا ما عنديش طحينه ما خدمش الحمص ما غيجينيش مزيان. هنا غادي يجي هائل ومعتبر، غير جربوه، انا جربته معتبر. ها هو كما كتلاحظوا طريقه التحضير اللي درت ليه. ومن بعد هنا راه وضعته في الثلاجه واحد 5 دقائق حتى تماسك الخليط تبرد، نرجعوه ونوضعو فيه الكمون. الكمون عندنا هنايا 2 معالق صغار اللي استعملت، نخلطهم مزيان. ونوضعو الكميه الثانيه. نوضعو الان الملح معلقه صغيره ونص. كما كتعرفوا الحمص مسلوق دائما في عنده دور في تحسين الصحه الذهنيه للانسان. نوضعوه في هاد الاسيات صغير باش نقدموه. كما كتشوفوا انا حبيت ندير ليه هاد الزواقه هادي. نبقاو هكا على شكل دائره، نزوقو نديرو واحد الفراغ في الميليو في الوسط
باش نوضعو زيت الزيتون. هنا عندنا 2 معالق ديال زيت الزيتون، نوضعوه في الوسط. وخليت لكم تزيين تذوقوه باش ما كان. عندنا هنايا عريشات ديال النعناع، انا حبيت ندير النعناع ما نديرش بيرسيل، اللي بغى يدير البيرسيل المعدنوس يدير المعدنوس. هنا غندوزو مشاهدينا نحضروا الاسيد الثاني.